هل تساءلت يوماً كيف يصنع النحل العسل؟ الرحلة تبدأ من زهرة صغيرة وتنتهي بقطرة عسل لذيذة. خلينا نشوف الرحلة دي مع بعض. النحلة بتبدأ رحلتها من الزهرة، بتدخل لتمتص سائل سكري اسمه الرحيق. الرحيق بيتخزن مؤقتاً في معدة خاصة اسمها معدة العسل. معلومة: النحلة بتزور حوالي 100 زهرة في الرحلة الواحدة. بترجع النحلة للخلية وتنقل الرحيق لنحلة عاملة تانية، وبيبدأوا سوا عملية تحويل الرحيق لعسل عن طريق الإنزيمات والتهوية أجنحتهم. الإنزيمات بتحول السكريات المعقدة لسكريات بسيطة يسهل هضمها. بعد ما يتحول الرحيق لعسل، النحل بيخزن العسل في غلاية شمعية، ولما يمتلئ المكان بيغطوه بطبقة شمع تحفظه لوقت الحاجة. وهكذا من زهرة صغيرة إلى خلية نحل منظمة بيوصلنا أغلى منتج طبيعي، العسل.